هاي بنات، أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم تمام. أنا مهبي ريكتول، رجعت لكم بفيديو جديد. في هذا الفيديو راح أخذكم معي لنزهة ولا كانت على البال، فخلونا نروح نشوف تجهيزاتنا للنزهة. وأول شي راح نعمله هو تجهيز الكيكة. أول شي حطيت 5 بيضات جوات هذا الإناء، وبعدين بدي أحط عليهم رشة ملح، وبعدين راح أخلطهم بالخلاط كثير منيح حتى تصير على شكل رغوة. زي ما انتم شايفين هيك صار شكلها، صار زي الرغوة. من المفروض انه نضيف بعدها كاس سكر، بس انا ضفت زيت قبل السكر وخفقتهم كثير منيح، بس اجت كثير خفيفة بالاخير. هلا بدي اضيف هذا الزيت يعني شوي شوي بالراحة، واخلط في نفس الوقت بهاي الطريقة. بعد ما خفقتهم كثير منيح، هلا بدي اضيف لهم مبشور ليمون. انتوا عارفين انه ريحة البيض بتكون كثير قوية، فلازم دائما بنعمل معطر زي مبشور ليمون او الفانيلا. وانا في هذا الفيديو يعني في هاي الكيكة عملتهم اثنيناتهم، الفانيلا وكمان مبشور ليمون. وهون ضفت ملعقة كثير كبيرة من المايزينا لهذا الخليط، راح اخلطها كمان. بعدين بدي اضيف كاسة الحليب واخفقهم هيك كثير منيح. بعدين بدي اضيف الطحين مع يعني انا حطيت باعتبار انه في عندي 5 بيضات، فانا حطيت كيسين من خميرة الحلويات. وهون انا جبت القالب اللي بدي احط فيه الخليط، حطيت عليه زبدة وبعدين حطيت عليه الطحين، وهيك يعني خبطته كتير منيح حتى اشيل الطحين الزايد. هون انا عم اصب في الخليط جوات القالب بهاي الطريقة. وبعدها بدنا ناخده على فرن بيكون مشعول من تحت. بعد ما نشوف انه حجمها صار بيرتفع، يعني صارت تنتفخ من فوق، بنشعل كمان من فوق ونخلوها بتنضج كثير منيح. وكثير انتبهوا انكم ما تفتحوا الفرن عليها لانه رح تنزل وتخرب عندكم. وكمان اتركوها تبرد شوي حتى تفكوها، حتى ما يصير عندكم هاي المشكلة. في نفس الوقت ماما كانت عم تجهز لنا خبز مشان نعمل سندويتشات، فشوفوا لي الخبز تبعها طلع ما شاء الله تبارك الله كثير حلو. فاذا كنتم مهتمين بالوصفه لانه وصفتها كثير سهله، حطوا لي هذا الشيء في التعليقات، راح اعمل لكم فيديو خاص نص له. يعني بحاول قدر المستطاع انه فيديوهاتي تكون مفيده لكم حتى لو كان فيها هيك شوي وصفات. المهم بنات، زي ما انتم شايفين هون نحنا يعني جهزنا كل الاغراض اللي نحتاجها، وبعدين اخذنا طريق بندور على مكان حلو بنقعد فيه ونستمتع بالجو. أنا كثير بحب الأجواء تكون هيك، يعني ما في شمس، وكمان الجو كان كثير منعش، يعني لا سخن ولا بارد زي ما انتم شايفين. فأنا دائما لما يكون الجو هيك بحس حالي خفيفة زي الريشة زي ما يقولوا. فكنت كثير مبسوطة لأنه جد جد هي أجوائي، وهي الأجواء اللي بحب أطلع فيها من البيت واستمتع بالجو هيك. لانه انا مش كثير من الاشخاص اللي بيحبوا الشمس. حطوا لي في التعليقات انتو شو الجو المفضل عندكم. وانا بصراحة كل ما كانت الاجواء هيك، يعني لما اصحى الصبح واشوف انه الجو هيك بحس حالي كثير مبسوطة، حتى بدون ما اعمل اي شيء مثلا هيك شيء بيبسطني او امارس الهوايات تبعي، بحس حالي كثير مبسوطة بس اشوف هذا الجو. واخيرا لقينا المكان يلي عجبنا، وقلنا خلاص بدنا نقضي هاي النزهة في هذا المكان. زي ما انتم شايفين بنات، نحن جهزنا كل الاغراض اللي جبناها معانا، بعدين حطينا هيك مفرشة على الارض مشان نجلس عليها. زي ما انتم شايفين جهزنا صحون وكل الشغلات اللي جبناها. وفي نفس الوقت أخي كان عم يجهز النار مشان نعمل الشواء ونجهز الأغراض اللي جبناها، يعني مشان نطبخ الأكل اللي جبناه معانا. تخيلوا ماما قررت في الدقيقة الأخيرة أنه بدها كمان تجيب البطاطا مشان نقليها على الفحم، وجات طلع مذاقها كتير حلو سبحان الله. يعني لما بتطبخوا شي على نار تبع الغاز أو كهرباء، هو غير أنك تطبخها على الفحم، عنده مذاق ثاني. فإذا لسه ما جربتوا هذا الشي فأتمنى إنكم تجربوه إذا رحتوا في شي نزهة في شي يوم. وزي ما انتم شايفين هذا هو المنظر اللي كان مقابلنا، منظر كثير حلو فيه هدوء، ما تسمعوا غير صوت العصافير، وكمان في فراشات وورد وزهور. يعني جد الجو كان كثير حلو ما شاء الله تبارك الله. أكيد لازمنا شي شغلة حتى نتسلى فيها،
لما بيد ينضج الأكل اللي أخذناه. فأنا جبت هاي اللعبة اللي عندي، هي في 4 ألعاب، هلأ أفرجيكم إياها. كثير تسلينا بوقتنا ونحنا قاعدين هنيك، يعني بتلعبوا الألعاب اللي بتحبوها في مكان حلو هادي والجو كمان منعش، يعني جد الموضوع كان كثير حلو زي ما انتم شايفين. فأنا جبت هاي أخذتها من البيت، فقلت لهم يلا خلونا نتسلى فيها لما بيد ينضج الأكل تبعنا، وهذا هو الشيء اللي صار. فتسلينا بوقتنا الحمد لله. أنا كثير بحب إني أروح في نزهات لأنها بحسها إنه بتشحن الإنسان، يعني كل ما تروحوا لنزهة وترجعوا أو تغيروا الجو، تروحوا لمكان بتعملوا شغلات جديدة مش متعودين تعملوها من قبل، بتحسوا إنه صارت في طاقة جديدة في نفسيتكم. فكثير بنصحكم إنكم تجربوا شغلات جديدة، تطلعوا نزهات مع العيلة أصحابكم أي شيء. فجد بنصحكم بهذا الشيء مشان يعني تغيروا الروتين، تكسروا الروتين، كمان بتجددوا طاقتكم وبتبلشوا شغلكم وروتينكم بطاقة وحيوية. وهون قررنا نجرب الشيبس مع الكاتشب. صراحة أنا أول مرة أجربه مع الكاتشب، طلع مذاقه كثير طيب وعجبني، فقلت يلا راح أحطه في الصحن وراح أخليه هيك، يعني أحط عليه الكاتشب وأكله كلياته معاها. وهون حبيت أشارك معكم هذا الكأس تبعي، كثير مفضل عندي لأنه شوفوا ستايل تبعه، يعني بيذكرني في الرسومات المتحركة تبع جيل التسعينات والثمانينات، وأنا باعتباري من هذا الجيل. فهذا الكاس لما شفته قلت ضروري إني أشتريه، فجبته حبيت إني أصور لكم إياه حتى تشوفوا كيف شكله مميز والرسمات اللي عليه كثير حلوة ومميزة. وهون زي ما انتم شايفين بلشنا نطبخ الأكل اللي جبناه معانا. وهون زي ما انتم شايفين تقريبا نضج الأكل اللي أخذناه معانا، النقانق وكمان الدجاج اللي أخذناه زي ما انتم شايفين. فخلونا هلأ نروح نجهز الساندويتش تبعي. بدي استنى بس شوي مشان تنضج البطاطا المقلية، راح تشوفوها من احنا حطيناها. مذاقها كان كثير مختلف على المذاق العادي باعتبار انه هي عم تنضج على النار والفحم كمان. ويا سلام على القعدة حوالين النار مع الأحباب والأصدقاء، جد جد أجواء كثير حلوة. زي ما انتم شايفين الجو صار كثير غائم، وتخيلوا انه صارت بتمطر، فنحن قررنا انه حتى لو صار اعصار هنيك بدنا نضل هنيك حتى نخلص نشرب الشاي ونقعد ندردش حوالين النار وهيك. وهلا صار وقت تحضير الشاي، يعني ناقصنا الشاي تحت هذا المطر ونحن حوالين النار بندردش مع بعض. وهيك نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. اتمنى انه كان خفيف ظريف عليكم، وادخلوا كمان على قناتي شوفوا فيديوهات كثير انا منزلتها كثير حلوة. وهلا شو بدي لكم، اذا لسه مش مشتركين على القناة اتمنى انكم تشتركوا على القناة، تفعلوا زر الجرس، تحطوا لي لايك وكومنت، تابعوني كمان على الانستغرام بتلاقوا كل الروابط في صندوق الوصف. وهلا ديروا لي بالكم حالكم، اشوفكم فيديو جاي، يلا باي.